أحد علمائنا اسمه الشيخ النراقي. هذا الشيخ النراقي ألف له كتاب جدا عظيم في الأخلاق، سماه جامع السعادات. جامع السعادات يوصون به العلماء إذا شخص يريد يتعلم أخلاق أهل البيت، يريد يتخلق بأخلاق أهل البيت عليهم السلام، فليقرأ هذا الكتاب. يوم من الأيام الشيخ النراقي قرر زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، فذهب إلى مدينة النجف الأشرف وقعد بأحد البيوت. وحسب العادات والتقاليد تقول إنه لازم العلماء والفضلاء يزورون الشيخ النراقي، فجميع الفضلاء والعلماء زاروا الشيخ النراقي إلا عالم واحد، وهو السيد بحر العلوم. فالسيد بحر العلوم ما ذهب إلى زيارة الشيخ النراقي، فالشيخ النراقي قال ماكو أي إشكال وماكو فرق بيناتنا، إذا ما هو إجا زيارتي أنا أروح زيارته. فالشيخ النراقي بنفسه راح إلى زيارة السيد بحر العلوم. فلما ذهب إلى السيد بحر العلوم، السيد بحر العلوم بداية ما اهتم له، يعني لا قام استقبله ولا قعد بالمكان المناسب، يعني استقبله استقبال أي شخص عادي. فالشيخ النراقي لما كمل زيارة السيد بحر العلوم، حسب العادات وحسب التقاليد تقول لازم السيد بحر العلوم يروح إلى زيارة الشيخ النراقي، ولكن مع العجب السيد بحر العلوم ما راح إلى زيارة الشيخ النراقي. فقال الشيخ النراقي قال ماكو أي إشكال، إذا ما هو إجا زيارتي أنا هم أروح إلى زيارة السيد بحر العلوم. ففعلا للمرة الثانية راح إلى زيارة السيد بحر العلوم، ونفس ما سوى السيد بحر العلوم، يعني ما استقبله استقبال يليق به، مرة ثانية ما استقبله استقبال يليق به، يعني أهانه وخلاه موقف جدا جدا محرج، لأن استقبله كأي استقبال إنسان بسيط، إنسان عادي، وهو عالم من علماء أهل البيت عليهم السلام، أستاذ في الأخلاق. فالسيد بحر العلوم ما استقبله استقبال يليق به. فلما كملوا الضيافة الشيخ النراقي رجع لبيته. فلما رجع لبيته فكر للمرة الثالثة أن يروح إلى زيارة السيد بحر العلوم، وفعلا راح إلى زيارة السيد بحر العلوم. ولكن في المرة الثالثة السيد بحر العلوم سوى شيء عجيب، طلع إلى الشيخ النراقي وهو يركض ويطلب منه المسامحة. قال له شيخنا سامحني، وقبله وشبكه وقعده بصدر المجلس واستقبله استقبال يليق به. قال له شيخنا أنا قرأت كتابك من البداية إلى النهاية، كتاب جامع السعادات قرأته من البداية إلى النهاية، بس ردت أشوف إنه أنت فعلا الشيء الكاتبه مطبقه على نفسك لو ما مطبقه على نفسك. فقال له أنت فعلا أستاذ في الأخلاق وليس فقط كتابك في الأخلاق. فأخواني نشوف هذا الموقف العظيم للشيخ النراقي، النفس تقول للإنسان، تقول له أنت ليش تزور هذا الشخص؟ شخص أهانك وحقرك قدام الناس وما أعطاك أهمية، وأنت عالم من علماء أهل البيت عليهم السلام، والمفروض والحق إنه هو اللي يزورك، فليش أنت تزوره؟ ولكن الشيخ النراقي داس على نفسه، النفس الأمارة بالسوء كبحها مثل ما يقولون، فداس على نفسه وراح إلى زيارة السيد بحر العلوم. الله تعالى يقول في القرآن الكريم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالشيخ النراقي أفلح بتزكية النفس الأمارة بالسوء. ففعلا إخواني نشوف هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ النراقي من أعظم الكتب في الأخلاق، حتى أن العلماء يوصون بقراءة هذا الكتاب. فإذا تريد تتخلق بأخلاق أهل البيت عليهم السلام وتعرف شنو أخلاق أهل البيت عليهم السلام، اقرأ كتاب جامع السعادات، لأن هذا الكتاب كتب من شخص واعظ ومتعظ، لأن هذا الكتاب كتب من شخص كل شيء يكتبه يطبقه على نفسه.